10 سنين ديال الصمت العقابي، 10 سنين ديال التلاعب، و10 سنين ديال الدموع في الكوزينة. كلشي كيسحاب ليه كمال هو الزوج المثالي، ولكن اللي كان كيوقع داخل هاد الدار كيبكي الحجر. واليوم غنفرقوا على الرمانة ونقول لكم كيفاش النرجسي كيسجنك في دارك. سميتي ليلى، وفاش يلاه تزوجت بكمال كنت كنظن راسي ملكة العالم. كان كيعاملني بحال الأميرة، الهدايا، الكلام الحلو، الاهتمام في كل كبيرة وصغيرة. كان كيقول لي انت هي النفس اللي كنتنفس. ما كنتش عارفه بلي داك الاهتمام المبالغ فيه كان غير طعم باش يشدني في الفخ وباش يقطعني على العالم. كان كيقنعني نبعد على صحاباتي حيت زعما كيسحروا ليا، ونقلل من زياراتي لدارنا حيت ما كيبغيوش لينا الخير. كيقول لي غير ارتاحي من الخدمه، غير تماره الزنقه ما لايقاش بيك. ونهار كنبغي نخرج مع صحاباتي ما كيغوتش، ولكن كيدير راسو مريض، زعما راه محتاج ليا وخصني نقابلو. فاش تسد علينا باب واحد كامل تبدل، وليت عايشه في حاله رعب نفسي دائما. الا كان هو ناشط خصني نكون ناشطه، وليت عايشه على طرف صباعي، كل نهار امتحان جديد وخصني ننجح فيه. ديما كينكد عليا، وديما الملاحظات: مال وجهك شاحب، مالك وليتي كتاكلي شويه، وإلا طيبت شي حاجه في الماكله ولا زدت الملحه شويه كيبدا يغوت بلي انا ما كنصلح لوالو وعمرني غنتعلم. وديما كيقول طيب الوالده ما كاينش بحالو، انتي مازال خاصك بزاف. هاد الجمله ديما كتحسسني بالدنيا. اما الا لبست وتقديت كيقول لي علاش باغا تفتني الناس، باغا تفتني شي حد. وإلا ما تقديتش كيقول لي وليتي بحال الشطابه. كمال كان كيدير مسح للشخصيه ديالي، وانا بلا ما نحس كنت غاده معاه على هواه. حيت واخا كنواجهو كيقول لي غير وليتي كتخيلي، انا عمري قلت هكاك، واقيلا وليتي مريضه نفسيا خاصك تمشي تعالجي. حتى بديت كنشك في عقلي، وليت كنقول لا مستحيل، راه هو ديما على حق. ولا يمكن فعلا انا وليت مريضه، وليت كنشوف راسي في المرايه وما كنعرفنيش. ديك البنت الناشطه اللي كانت ماتت، وكمال كيتغدى على دموعي. فاش كيبكيني عاد كيرتاح وينعساني، وانا كيبقى فيه الوسواس الليل كامل. وكان كيدير ليا الصمت العقابي، كيخليني غنحماق بالسيمانه بالجوج، ما كيهضرش معايا وبلا سبب. كنبقى نبكي ونشكي ونطلب السماحه غير باش يرجع يهضر معايا. كنت كنحس راسي انا اللي غلطه، وعقلي بغى يخرج من بلاصتو. كيجلس معايا في الطابله وما كيهضرش ما كيجاوبش. كنبغي نتفقس، كنبغيه غير يجاوب، غير يهضر، غير يقنعني باشنو درت بعدا. وهو كيشوف فيا بحال اللي انا دجاجه واقفه قدامه، وكيتلذذ بداك الضعف ديالي. واحد الليله كنت كنقلب في جوجل علاش راجلي كيتجاهلني، وطاحت في عيني واحد المقال على النرجسيه الخبيثه، وبديت كنقرا والدموع كيطيحوا من عيني. كل سطر كيهضر على كمال، تلاعب بالعقول، هادي كيديرها، انعدام التعاطف فعلا، ما كيحش بيه فاش كنمرض، الغرور المرضي ديما هو اللي واعر وكل شي حاقد عليه. تما ما بكيتش، تما بديت كنخطط، وفهمت باللي النرجسي كيربح فاش كتعطيه ردة فعل، غوات، بكاء، تبرير. بديت كنطبق تقنية الحجرة الرمادية. كمال كيغوت انا كنقول ليه اوكي برودة. كمال كيعايرني كنسد ودنيا وكنمشي نقرا شي حاجة ولا ندير شي حاجة في الكوزينة. هنا قررت باش نحبس المعاناة ديالي ونبدا صفحة جديدة في حياتي، وباش نكون مستقلة براسي ماديا وما نبقاش معولة عليه وعايشة تحت منه. قررت نرجع لخدمتي الأولى ونخدم فريلانس من الدار باش نجمع الفلوس. ورجعت علاقتي مع صحاباتي ومع عائلتي بلا ما يسيق الخبر، ووليت كنسجل التجاوزات ديالو ونكتبها باش فاش يحاول يقلب عليا الطابلة ويقول لي انتي اللي مريضة كنرجع نقرا داكشي ونفكر راسي بالحقيقة. كمان ملي حس بلي هاد النرجسية ديالو مبقاتش كتأثر عليا بدا كيتحول لوحش وحاول يضربني، وهنا كنت موجده ليه الفخ ديالو. سجلت ليه كاع دوك اللقطات الهستيريه ديالو والتهديدات وكاع انواع العذاب اللي كان كيدوز عليا، اللفظي والجسدي. وفاش لقيت راسي واجده ماديا وقويه نفسيا حطيت ليه ورق الطلاق فوق الطابله ومعاهم فلاش ديسك فيه كاع الادله على التلاعب ديالو. وخرجت من الدار وانا كنقول جمله وحده: كنتي كتسحب راسك صياد، ولكن نسيتي بلي الضحيه
فاش كتفهم اللعبه كتولي هي اللي كتحرك الخيوط. وليلى دابا خدامه ورجعت ليها ضحكتها ولات كدير فيديوهات كتعاون العيالات اللي عايشين نفس الجحيم. كمال بقى كيدور في بلاصتو كيقلب على ضحيه جديده، ولكن كلشي في الحي عرف الحقيقه ديالو. وباش تفيقي حتى انت الا كنتي كتعيشي علاقه سامه اجي نوريك كيفاش. اول حاجه هي كيفاش تفيقي بكري من هاد العلاقه. سرعه الاحداث، الا بان لك فارس الاحلام كيبغيك بجنون من السيمانه الاولى وكيوعدك بالزواج وكيبغي يملك وقتك كله، حبسي. النرجسي كيدير هادشي باش يدير لك غسيل الدماغ قبل ما يبدا يبين وجهه الحقيقي. من بعد كيبغي يعزلك على العالم ديالك، كيبدا ينتقد لك عائلتك وصحاباتك وكيقنعك تبعدي عليهم بواجهات زعما الحمايه اولا الغيره اولا باغي لك الخير. عرفي باللي باغي يقطع عليك خيوط النجاة باش تبقاي غير تحت الرحمه ديالو. تيبدا يقلب الهضره ويبدلها، كيولي يشككك في الذاكره ديالك وكتحسي ديما باللي انت اللي فهمتي غلط او مريضه بالحساسيه. هذه علامه كبيره باللي كيتلاعب بعقلك، ما كيكونش متعاطف معك. شوفي ردة فعله فاش كتكوني مريضه او حزينه. النرجسي كتضايق من ضعف الاخرين حيت كياخذ منه الاهتمام اللي هو باغي. دابا كيفاش تخلصي من هذا السجن النفسي؟ اول حاجه هو الوعي. ما تحاوليش تعالجيه، النرجسي ما كيتغيرش حيت ما كيعترفش باللي هو مريض. وفري هاد الجهد لراسك، قراي وتفرجي فيديوهات ديال المختصين وفهمي بلي هادشي اللي كيدير هو دليل على عمل مانيوال كيطبقوا على كاع الضحايا. النرجسي كيعيش على الدراما، الا غوتي وبكيتي كيرتاح، الا لبستي وتقديتي ونجحتي كيغير. كوني بحال الحجره الرماديه، جاوبي ببرود وما تعطيش اسرارك، ما تعطيش رد فعل عاطفي، خليه يحس باللي ما بقاش كيقدر يلمس المشاعر ديالك. واهم حاجه خصك تلعبي عليها هي الاستقلال المادي والمعنوي. النرجسي ديما كيستغل الضعف. حاولي تخدمي وفري ولو مبلغ بسيط في السر. رجعي اتصلي بداركم وبصحاباتك القدام، قولي لهم الحقيقه وبالعزواق، حيت هما شبكه الدعم ديالك فاش غتقرري تخرجي من هاد العلاقه. ديما جمعي الادله، سجلي، صوري وخبي اي وثائق مهمه في مكان امن او خارج الدار. النرجسي ديما يقدر يقلب عليك الطبله ويطلعك انت اللي ظالمه قدام القانون والمجتمع. خاص تكون عندك الحجه. وردي بالك فاش تجي لحظه الفراق خاص تكون قطيعه نهائيه. النرجسي غيحاول يرجعك بوعود كاذبه. من الاحسن سدي كاع البيبان، بلوكي في كاع المنصات وبداي حياه جديده. انتي ماشي ضعيفه، انتي ضحيه تلاعب احترافي. والقوه الحقيقيه ماشي هي الصبر على الذل، القوه هي ملي تقولي ستوب وتبداي تحبي راسك اكثر ما كتحبيه هو. وكنتمنى هذا الفيديو وهذه القصه يكون فاتك وبارطاجيه مع صاحبتك ولا عائلتك اللي كتعاني من هذا الشيء.